كان الطلب مني ان انا اعمل مقارنه ما بين جهازين، جالاكسي اس 22 العادي وجالاكسي اس 21 بلس. اللي طلب المقارنه دي هو فاهم هو طالب ايه، لان هو طالب جهازين امكانيات قريبه من بعض وتقريبا هو محتار يجيب انهي فيهم. فده اللي انا هقوله لك في الفيديو ده يا صديقي. تابع الفيديو من اوله لاخره. احمد تربو معاك. وزي ما احنا متعودين، اول حاجه دايما بنتكلم عليها هي الشاشات. ولما نتكلم عن سامسونج يعني انت بتتكلم عن اعلى شاشه في العالم، وهنا امكانيات الشاشتين بين دي وبين دي الاتنين واحد، الفرق بس هيبقى معاك في الحجم. الموبايلين بيجوا شاشه دايناميك اموليد 2 اكس 120 هرتز. عندك الاس 22 هتلاقيه 6.1 انش، وعندك الاس 21 بلس 6.7 انش. فهيبقى معاك الاس 21 بلس هو شاشته اكبر، انما الشاشتين واحد. هنا مسألة الحجم هو اللي هيفرق معاك، ان انت تبقى ماسك تليفون كبير او تليفون صغير سنة مش صغير قوي برضو. وطبعا زي ما احنا متعودين ان احنا دايما لما بنتكلم عن الشاشات بنتكلم على الكاميرات والكونترست بين الكاميرات والشاشات. بس المرة دي مش هتكلم على الكاميرات، لاني هنتكلم الاول عن الرامات والبروسيسور. ده ليه؟ ده عشان شغل معين في الكاميرا، عشان ما نظلمش التليفونين. فخلينا نتكلم في الرامات والبروسيسور. اما بالنسبة للرامات فالموبايلين بيجوا بنفس الرامة 8 جيجا رام، وبيجي بمساحه 128 و256. اللي موجود عندك في مصر بيجي ال 256 رامات 8. قليل جدا لما تلاقي ال 128، وغالبا هتلاقيه دولي مش من مصر اصلا. ده كان بالنسبه للرامات وللميموري. طيب تعال نتكلم على البروسيسور، وهنا هنقف على البروسيسور لان الموبايلين دول فيهم اقوى 2 بروسيسور من كوالكوم سناب دراجون. عندك الاس 21 بلس بيجي بسناب دراجون 3 8، وده بروسيسور عملاق جدا، وناس كتير اشتغلت بيه ومحدش اشتكى منه، خاصة في الألعاب، خاصة في التصوير، خاصة في حاجات كتير. أما الاس 22 العادي فبيجي بروسيسور من كوالكوم برضه سناب دراجون بس 8 جين 1، وده اللي مصنف عالميا تاني بروسيسور على العالم، لغاية ما ينزل البروسيسور بتاع ال 8 جين 2 اللي هينزل في شهر 3 إن شاء الله. نيجي نتكلم على الكاميرات وأعرفكم أنا ليه خليت الكاميرات بعد الرامات والميموري والبروسيسور. ده لأن الكاميرات اللي على الورقة والقلم كده لما هتيجي تشوفهم هتلاقي ان الكاميرات بتاعه الاس 21 بلس اعلى من كاميرات الاس 22 العادي. ومع ذلك الاس 22 العادي هو اللي هيكسب معايا انا بالنسبه لي في التصوير. ليه؟ ده بعد ما اقول لك على الكاميرا. الكاميرا اللي بتيجي في الاس 21 بلس بتيجي كاميرا الاساسيه 12 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه 64 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثه 12 ميجا بكسل. الجهاز بيقدر يصور 4K و8K كمان. طيب بالنسبه للكاميرا بتاعت الاس 22، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه 10 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثه 12 ميجا بكسل، وبرده بتصور 8K وبتصور 4K وHDR10 وكل ده تمام التمام. ازاي الكاميرات بتاعه الاس 22 يا عم احمد اقل وبتصور افضل من الاس 21 بلس؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ انا فاهم ان انا بقول ايه. ده لان هي الموبايل نازل بالبروسيسور ال 8 جين 1. ال 8 جين 1 ده يا جماعه في التصوير انا بقول لك من اعلى بروسيسور انت هتقابله في العالم، بيقدر يتحكم في الكاميرا بطريقه فتاكه فعلا. مع السوفت وير الجديد بتاع سامسونج اللي هو ال1 يو اي ال 4.1 وال1 يو اي 5 الجديد، قدر السوفت وير يتحكم بالكاميرا مع البروسيسور ال 8 جين 1. عملوا شويه صور وشويه فيديوز وشويه تحكم في الكاميرا. انا بقول لك بالرغم ان الناس عارفه ان انا بستخدم ايفون، اقسم بالله الكاميرات بتاعت سامسونج مع ال 8 جين 1 مع السوفت وير الجديد انا بقول لك كسبت ال 13 برو ماكس. وبكلمك عن تجربه، وكنت عامل فيديو قبل كده قديم تقدروا تخشوا تشوفوه. لو قعدنا نتكلم عن الكاميرات بتاعت الموبايلين دول وعن البروسيسور ال 8 جين 1 والبروسيسور الثلاث تمانيات احنا مش هنزهق. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، تعالوا نخش في باقي الامكانيات. بالمناسبة الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل هنا و10 ميجا بكسل هنا، مفيش أي اختلاف بين الاتنين في أي حاجة، والاتنين بيصوروا 4K مش بيصوروا 8K. نيجي بقى لحتة البطاريات، وهنا هيكسب الاس 21 بلس، هيكسب الاس 22 ده عشان بطاريته أقوى. النسب بتاعت البطاريات اللي أقولها لك دي في الاس 21 بلس 4800 ملي أمبير، ده على موقع GSM أرينا. في مواقع تانية كاتبة إن هو 5000 ملي أمبير. أما الاس 22 فنازل 3700 ملي امبير، وده برضو على موقع GSM أرينا. في مواقع تانية كاتبه ان هو 4000 ملي امبير.